كانوا كل فترة يلاقوا جثة مرمية على شط النيل ومش عارفين ايه تفسيرها. الحكاية دي حصلت في منطقة ريفية هادية على أطراف مدينة المنيا، في قرية صغيرة جنب النيل. المنطقة كانت معروفة بالهدوء والطيبة، الناس اللي فيها بسيطة ومفيش أي مشاكل. لكن في يوم بدأوا الناس يلاحظوا حاجة غريبة بتحصل. كل فترة كان بيظهر جثة على شط النيل، بس المشكلة إن كل الجثث كانت بتبقى مشوهة ومربوطة بحبال. محدش كان عارف مين اللي ورا الجرايم دي. الشرطة حاولت تدور وتحقق، لكن مفيش أي دليل يوصلهم للمجرمين، لحد ما جت اللحظة اللي فيها اتكشفت الحقيقة. في القرية في واحد اسمه سعيد، شغال صياد على قد حاله، عنده مركب صغيرة بيستخدمها للصيد. سعيد كان معروف في القرية إنه راجل هادي والكل بيحبه. مراته فايزة كانت شغالة معاه في بيع السمك اللي هو بيجيبه. يعني حياتهم كانت بسيطة جدا، ومحدش كان يتوقع إن هما ورا الجرايم دي. في يوم اختفت بنت من القرية اسمها عزة، كانت رايحة تغسل هدوم على شط النيل وما رجعتش. أهلها قلقوا وبدأوا يدوروا عليها، والناس كلها طلعت تدور معاهم، لكن للأسف ما لقولهاش أي أثر. وبعد يومين جثتها ظهرت على الشط، نفس الطريقة، مشوهة ومربوطة بحبال. الناس اتجننت في الوقت ده. أهل القرية شكوا إن في جن أو روح شريرة هي اللي بتعمل الجرائم دي، لأن الجثث كانت بتظهر فجأة ومن غير أي دليل. لكن الحقيقة كانت أظلم وأبشع بكتير. اللي فضح الموضوع كان شاب صغير في القرية اسمه حمدي. في يوم لاحظ حاجة غريبة. سعيد بيخرج بالمركب بتاعته في نص الليل، ودي كانت حاجة غريبة لأن محدش في القرية كلها بيصطاد في الوقت ده. حمدي قرر يراقبه من بعيد، وفي الليلة دي شاف سعيد ومعاه مراته فايزة وهما بيربطوا جثة، ربطوها بالحبل ورموها في النيل. حمدي رجع على طول وجري على اسم الشرطة، حكى لهم اللي هو شافه. في الأول ما كانوش مصدقينه، لأن سعيد كان معروف بالطيبة والهدوء، محدش كان يشك فيه. لكن قرروا يتحققوا من الموضوع بنفسهم. عملوا كمين لسعيد ومراته في الليلة اللي بعدها، وفعلا لما اقتحموا المكان لقوا سعيد وفايزة، وفي وسطهم كان في جثة جديدة. بعد ما اتقبض على سعيد وفايزة الحكاية كلها اتكشفت. سعيد ومراته اعترفوا انهم كانوا بيستدرجوا الناس اللي مش معروفين في القرية، زي التجار اللي بيجوا من مناطق بعيدة. كانوا بيقولوا للناس انهم هيبيعوا لهم سمك او يستضيفوهم في بيتهم، لكن الحقيقة انهم كانوا بيخدروا ضحاياهم ويقتلوهم ويرموهم في النيل. وكانوا بياخدوا منهم كل حاجة معاهم، فلوسهم، ذهبهم، اي حاجة ليها قيمة. الجثث كانت بتتشوه عشان محدش يعرف يحدد هوية الضحايا بسهولة. لكن اللي زود الرعب في القرية إن سعيد وفايزة اعترفوا إنهم عملوا كده مع 12 شخص في خلال سنتين. بعد المحاكمة سعيد وفايزة اتحكم عليهم بالإعدام، والقرية بقت مليانة حكايات عن الرعب اللي عاشوه في الفترة دي. الناس لحد النهاردة لسه بتتكلم عن سفاحين النيل